السلام عليكم. يلا النهارده هنتفرج بقى ونعمل زيارة لحديقة الزهور الطبيعية دي، موجودة في دبي. و... وطبعا زي ما انتم شايفين كده احنا دخلنا. ريحة الزهور طبعا جميلة جدا جدا. زي ما انت شايفة كده بقى الورد معمول بطريقة هندسية، محطوط الأشكال الموجودة الجميلة دي عطر سحر للمكان. ألوان الأزهار والأشكال اللي موجودة يعني ساحرة بجد، تجنن. حاجة كده يعني فعلا. حاجة مش عارفة اوصفها من جمالها. روعة روعة روعة. زي ما انتم شايفين كده دي طبعا مكان للسنافير. احنا الولاد الصغيرين يعرفوا الصنفور ده ولا السنافير دي الصغيرة. طبعا دي كرتون بيجي برضو في التلفزيون، انتوا اكيد عارفينه. ودي بقى الحديقة بتاعتهم. هتلاقي كل اشكال السنافير موجودة، بالإضافة إلى الورد الجميل والتخطيط الهندسي الرهيب الجميل. ما هتلاقيني طول الفيديو بقول جميل ساحر حلو من كتر الحلاوة اللي احنا بنبص عليها. انت لو بصيتي من اي اتجاه هتلاقي، ولا اي زاوية هتلاقي منظر تاني مختلف خالص، بجمال تاني خالص. سبحان الله وسبحان الخالق بجد. يعني الالوان مع بعضها كده ساحرة ساحرة. يعني انت بتمشي في المكان مبهور مسحور. وكل المكان طبعا بيشغلوا كده موسيقات، في كل حتة تلاقي موسيقات مختلفة ومن مكان للتاني عشان يعملوا جو كده في وسط المكان. هتقابلي بقى طبعا بيعملوا المناظر من الأشجار، يعني زي ما انت باصة كده شايفة الأشجار والزهور والورود معمولة بطريقة زخرفية هندسية. مش عارفة بقى أقولك إيه بس أنا مش عارفة أعبر من كتر الجمال بصراحة. ده صنفور أهو، صنفور كل الحتة دي فيها سنافير بصراحة. الألوان يعني فعلا رائعة. الحاجات اللي محطوطة دي بالألوان والإضاءات وكده، يعني هو طبعا الدنيا لسه ما ظلمتش قوي، بس المنظر ما يعني أول ما بدأت الإضاءات تظهر منظر يعني ساحر ساحر فعلا، رائع جدا. دي الأقواس، دي أقواس من الزهور بقى معمولة بطريقة معينة. شكلها برضو جميل كده، متعدي على الأقواس بتاعة الورد دي جميلة جدا جدا. طبعا كل دي حاجات معمولة على شكل قلب كده، تمشي في وسطه حاجة كده تسعد الواحد. سبحان الله وسبحان الخالق في كل الطبيعة الساحرة دي. الحقيقة المكان أنصح يعني أي حد يعني ربنا سهله كده وراح دبي لأي حاجة، يعني لازم لازم يزور الحديقة دي. بس هي للأسف بتقفل في الصيف، يعني هي دلوقتي في آخر مايو قفلت. أنا طبعا شفتها قبل ما شهر مايو يخلص. طبعا زي ما انتم شايفين كده هي كلها حدائق، وصعب جدا في الصيف وخصوصا في دبي طبعا الحرارة بتبقى عالية، صعب جدا ان انت تمشي في الصيف وتتفرجي وتستمتعي. فهي بتتقفل بقى في الفترة دي، يرجعوا يفتحوها بقى في الموسم الجديد. زي ما انت شايفة كده، شايفة الهندسة، شايفة الجمال، شايفة الروعة. يعني بصي شوفي البيوت معمولة ازاي، ولا الاشكال معمولة ازاي كده، حاجة كده يعني فعلا الواحد بيستمتع بجمال الطبيعة في هذا المكان ده، بالإضافة إلى ريحة الورد الرائع اللي بتشميه طول ما انت ماشية بقى. شوفوا كده، بصوا شوفوا معايا المناظر الحلوة دي، حاجة بالآخر كده. استمتعي بجمال المناظر.
طبعا الاولاد الصغيرين طبعا مهيصين في المكان، حديقه واسعه، بيتفرجوا على المناظر برضو زينا، بيستمتعوا بقى بالجري واللعب في الحديقه. منظر يستاهل الواحد يقضي يوم بحاله في الاستمتاع بالمنظر ده. وزي ما قلت لكم كده ان المكان ده بيقفل في يعني خلال فترة الصيف للأسف. يعني اللي هيزور دلوقتي دبي مش هيقدر يشوف الحاجات الحلوة اللي احنا شفناها. دي لها فترة معينة، وعشان كده انا يعني كنت سعيدة جدا لما صورت الفيديو، عشان اللي مش هيعرف يشوف حاجة يستمتع معايا بالمناظر الجميلة دي. وطبعا الإضاءة بالليل المنظر بيبقى روعة، والصبح بيبقى روعة، بس طبعا الأضواء دايما تعمل خلفيات كده يعني ساحرة، برضو هنقول ساحرة ورائعة. بص الفيل الجميل ده، هو ده معمول من ايه؟ برضو من الأشجار، معمول المنظر رائع. وزي ما انتم شايفين برضو وجود الازهار شوفي معموله ازاي، مقسمها بطريقه جميله. الالوان تداخل الالوان مع بعضها سبحان الله. ويعني هو الواحد فعلا بيمشي بيقول اكتر الوقت سبحان الله سبحان الله من جمال الطبيعه اللي ربنا خلقها. يعني الالوان مع بعض، شوفوا بصوا بقى، سحر الطبيعه. وشوفي بقى من بعيد دول حصانين كده، دول المفروض موجودين في المدخل. لو شفتهم يعني انا شفتهم. هو حصان كده مبتسم، والحصان التاني مساهم كده لوحده. انتوا شايفين طبعا المنظر الجميل ده، اللي هو البنت اللي هي بترقص زي الباليه كده، او الرقصات بتاعتهم دي، والفستان بتاعها معمول من الشجر او الزهور، اوراق الشجر والزهور. بصوا بقى بتلف ازاي كمان، يعني الفنيات الجميله. البنت العروسه دي بتلف، لو بصيتوا على الرسم كويس او على الصوره كويس هتلاقوها بتلف. يعني المنظر ساحر ساحر ساحر. دي بقى يعني البيوت دي اللي ورا دي، اللي هي جنب المنظر ده اللي على اليمين، اللي بتنور بقى الوانات جميله مع الاضاءه الحلوه بتاعت بالليل، ازرق اخضر احمر. دي بقى عامله زي ايه بقى، بيوت الف ليله وليله كده. انا شفت يعني منظر شبه ده بس في القريه العالميه. فهو الجزء ده عامل زيه تقريبا يعني. زي ما انتم شايفين كده، ده بقيه المنظر اهو. تشكيل الورود مع بعضها، العرايس اللي هي معمول لها الفستان من الورد الجميل والاوراق الشجر. تنسيق رائع بصراحه، واشكال هندسيه رائعه معمول منها المنظر. يعني الواحد مش قادر يتكلم كتير بصراحه، لان المنظر عايزك تقعدي تتفرجي. هنا زي ما انتم شايفين كده هننتقل لمكان تاني برضو يعني مش محتاج بقى تعليق بقى، لان من جماله طبعا. وهنا شوفوا عامل زي الساعة المعمولة من الورود طبعا اهي، مع الجمال بقى بتاع الورد بقى والالوان والمناظر كلها. يعني سحر، هي اللي انا اقدر اقول ان هو سحر الطبيعه بجد، مع الهندسه الرائعه. يعني انا بسكت بصراحه من جمال المناظر، وبسيبكم تتفرجوا. والنوافير بقى، شوفي النوافير بقى كده مع الاضواء. يعني هو الاضواء مع النافوره عامل منظر رهيب يعني بصراحه، منظر ساحر. وفاتوا كتير اللي هو راح دبي بصراحه وما كانش عنده الفرصه انه يزور المكان ده. القلوب معموله اهي بشكل برضو رائع،
مع الاضاءة طبعا حاجة كده جميلة جميلة يعني. احنا لسه بنمشي اهو. طبعا زي ما انا قلت لكم انا ما قدرتش اصور كل الجمال اللي انا بشوفه لانه ده اخد ساعات طويله، ما اقدرش انزل لكم فيديو بالدرجه دي. فانا بلقط بقى كده الحاجات اللي هي الحلوه اللي تقدروا بقى تستمتعوا بيها على قد ما قدرت يعني. زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا بصوا، انتوا لسه شفتوا حاجه؟ لا 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 بصراحه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. منظر الطبيعة ملوش حل، والأضواء رائعة. You know that it is more beautiful in the night? Yeah. Very lovely. طبعا ملاحظين الفيل الجميل ده اللي معمول برضو من الشجر. الحقيقة كلها أماكن وكله هندسة وفن وجمال سبحان الله. طبعا هنا الأضواء بالليل بتلعب يعني دور قوي جدا مع الجمال اللي موجود والسحر بتاع الورد. شايفين المنظر، القعدة الحلوة دي، كراسي. لو عجبك الفيديو بقى لايك حلو وشيري لاصحابك عشان يستمتعوا، ويلا نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.